السلام عليكم الاصدقاء وكذلك الامهات والاباء، ونتمنى يا ربي على ان الامور ديالكم تكون مزيان. مرحبا بكم في حلقه جديده من السلسله ديال المدارس والمعاهد اللي انطلق فيهم التسجيل. كنظن حنا في الحلقه رقم 3. كي وعدتكم انه كلما المدارس كيقربوا وكيبداو يفتحوا راه غنوصلوا حلقه كل سيمانه ان شاء الله. دونك انا كنخلي حتى كيتجمع واحد العدد ديال المدارس باش ندير لكم حلقه يكون فيها واحد الشرح اللي هو شامل ان شاء الله. دونك في هذه الحلقه هذه غنتعرفوا على المدارس اللي انطلق فيهم التسجيل وكذلك المدارس اللي قريب غادي يسدوا. وغادي نبدا لكم الاصدقاء بجامعه محمد السادس اليوم سي سبي. اخر اجل بالنسبه لهذه الجامعه هذه هو نهار 31 ماي 2024 بالنسبه لجميع التخصصات اللي مازال فيهم التسجيل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الطلبه اللي ديجا تسجلوا وجايبين مزيان في الجهوي وجايبين بالضبط يعني فوق واحد 17 في الجهوي راه بداو كيتوصلوا بلي كونفوكاسيون بالنسبه المباريات ديال اليوم سي اس بي ولي كونفوكاسيون اللي صراحه توصلت بهم حاليا. بالنسبه للطلبه اللي حنا مكلفين بهم عندك لي كونفوكاسيون بالنسبه للديبارتمون ديال لاركتيكتور بالنسبه لليوم سي اس بي. كما كتشوفوا معايا دا اكزومبل ديال يعني واحد التلميذه توصلت بالكونفوكاسيون ديالها. لهذا راقبوا الميل ديالكم باش الا وصلتكم كونفوكاسيون يعني تثقوا ليها الخبار وما تصدقوش يعني مضيعين عليكم زعما هاد الكونكور هذا. الاختبارات تقريبا راه غادي يكون في شهر 5 بالنسبه لليوم سي اس بي. مزيان. دونك اليوم سي اس بي هضرنا عليها ان اخر اجل هو الاخر ديال شهر 5. بالنسبه لكاع المدارس اللي غادي ندوي عليهم راه غتلقاو فيديو الا كنت شارح لكم كيفاش تقدروا تسجلوا رابط التسجيل، ولا غادي تلقاو موقع التسجيل مباشره في حاله الا مازال الشرح ما تبارطاجاش معكم. غتلقاو في هذه المقاله هذه غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو هذا. مزيان. دابا سيادي غادي ندوزو بالنسبه للمباريات العسكريه وبالضبط سلك الضباط وضباط الصف، وكذلك بالنسبه للجندارم وبالضبط ضباط الصف والضباط. راه اخر اجل هو غدا. انا هذا الفيديو ان شاء الله غادي يترمى نهار السبت الا كتب. دونك اخر اجل هو غدا. حاليا السيت خدام وخا عليه واحد الضغط اللي هو كبير بزاف، يعني حاولوا على انكم تسجلوا باش انكم ما تزقلوش عليكم هذه المباراه هذه بالنسبه للطلبه اللي مهتمين. مزيان. كذلك بالنسبه سلك الضباط بالنسبه للقوات المساعده كذلك نفس الامر. التسجيل فيهم غيتقاضى نهار 5 2024. طريقه التسجيل راني شرحت لكم بالفيديو كيفاش على انكم تقدروا تسجلوا في هذا الفيديو هذا، وجمعت لكم فيه الضباط وضباط الصف ورابط التسجيل غادي تلقاوه هنايا ان شاء الله. كذلك بالنسبه للضباط ديال القوات المساعده نفس الامر. الجندارم اخر اجل ديال التسجيل هو نهار 10 كيف ما كتشوفوا معايا هنايا شهر 5 2024. والطلبه اللي معنيين بالنسبه للكونكور ديال الجندارم هما الطلبه اللي فايتين 18 سنه، يعني عنده 18 والفوق. وباش تاكدوا راه غتعمر السيماره ويقول لك واش عندك الحق تدفع ولا لا، يعني باش بلا ما تبقى تحسب داك الحساب. مزيان. بالنسبه للمباراه المواليه الاصدقاء بالنسبه لسكاو راه ديجا بدا فيها التسجيل ومازال عندكم الوقت باش انكم تسجلوا. واخر اجل باش انكم تقدروا تسجلوا في سكاو هو نهار 27 شهر 5 2024 ماشي 2023. هذا خطا تنقادو ان شاء الله. مزيان. بالنسبه للمعهد ديال الانسجه والالبسه الاصدقاء راه حتى هو بادي فيه تسجيل وتقدروا على انكم تسجلوا. راه غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله كذلك في هذه المقاله هذه ان شاء الله. واخر اجل هو نهار 16 شهر 7 2024. بالنسبه للمعاهد الاصدقاء ولا المدارس ديال او الاكاديميه ديال الفنون التقليديه اللي كاينه في كازا اخر اجل هو نهار 7 شهر 9 2024. وعندكم الوقت باش انكم تسجلوا وغتلقاو رابط التسجيل وكذلك الشروط غادي تلقاوها ان شاء الله هنا. دابا ندوزو بالنسبه لمنحه مؤسسه جداره اللي عما قريب غادي نشرح لكم كيفاش تقدروا تسجلوا، لانه بحكم ان التسجيل مازال هادشي علاش ما تسرعش باش نرمي لكم الفيديو بحكم كانوا التزامات اخرين. راه اخر اجل هو نهار 30 شهر 6 2024. وهذه المنحه واحد المنحه كتعطيها هذه المؤسسه جداره اللي كانت سميتها قبل منحه المؤسسه المغربيه للطالب. فراه اخر اجل فيها هو نهار 30 كما قلت لكم، وكتعطى للطلبه المتفوقين اللي كيقراو مزيان وكيقدروا يستافدوا من حاسوب. منحه شهريه تقدر توصل 1000 درهم كل شهر، وتقدر توصل على ان هذه المؤسسه تخلص عليك مصاريف ديال الجامعه، يعني من الجامعات اللي كاينين هنا في المغرب. دابا غندوزو بالنسبه لفميه ديال كازا اللي هي لنطلق فيها التسجيل. اخر اجل هو نهار 25 شهر 7 الاصدقاء. رابط التسجيل غادي نخليه لكم، وقريبا غادي يكون فيديو كيفاش
تقدروا على انكم تسجلوا بالنسبه لهذا الكونكور هذا. يلا حاليا تفتح بالنسبه لكازا، راه مازال قنيطره ان شاء الله الاصدقاء، وكذلك طنجه، يعني مازال الكونكور ديالهم حتى هو غيتفتح عما قريب وما كاين لاش الواحد يتسرع. دونك هادو هما المؤسسات ولا المدارس اللي نطلق فيهم تسجيل الاصدقاء لحدود الساعه. نتمنى الصراحه الشرح يكون واضح، نتمنى انني ما نكونش نسيت لكم شي حاجه. الا كان شي سؤال اي حاجه ما واضحاش خليوها ليا في التعليقات. واخر حاجه دونك غتكونوا شفتوا الفيديو اللي كان في الاول اللي هو فيديو على يعني التسجيل ولا الانطلاق التسجيل بالنسبه للخدمات اللي كنقدموا. بغيت نعلمكم للاسف انه المقاعد اللي بقاو مقاعد اللي هي قليله بزاف، وغالبا غادي نحبسوا في المنتصف ديال شهر 5 ولا الاخر ديال شهر 5. دونك اللي معني وبغينا على اننا حنا نتكلفوا نسجلوا في المدارس العليا وبلا ما تسناو حتى تاخذوا الوطني، لانه اغلبيه المدارس كيبداو قبل الوطني. راه غادي نخلي لكم رابط التسجيل اسفل هذا الفيديو هذا. غتعمروا هذه الاستماره هذه اللي كتشوفوا معايا دابا هنايا. قبل كان احسن تفرجوا في هذا الفيديو اللي شرحنا لكم فيه الخدمات اللي كيقدم مكتب توجيه. عمر هذه الاستماره هذه ان شاء الله غادي نتواصل معك انا شخصيا، وغادي نشرح لك كيفاش تقدر تنخرط معنا باش حنايا نتكلفوا ان شاء الله نسجلوك في هذه المدارس هادو، وتحيد عليك هذا الحمل هذا باش تركز انت ولا انت على الوطني ديالك، باش ما تضيعوا عليكم ان شاء الله يعني حتى مدرسه. وفي نفس الوقت كيكون عندك الفرصه انك تسول الناس اللي هما الاختصاص ديالهم هو التوجيه، وتاخذ معلومات على القرايه في المغرب وكذلك القرايه على برا. الاستماره تلقاو الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو هذا. نتمنى هذا الشرح ان شاء الله يكون واضح، وفي الاخير نتمنى لكم التوفيق كاملين. الله يوفقكم ان شاء الله في الوطني. وهذا ما كان الاصدقاء، ما تنساوش تشتركوا في القناه لمصلحتكم باش ما تضيعوا عليكم ان شاء الله حتى مدرسه. واي مدرسه فتحات كيف ما شفتوا معايا غادي يكون فيديو ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم طريقه التسجيل الصحيحه من الاول حتى الاخر. والا بقيتي معايا حتى لهنايا خلي واحد الكومونتير فيه العافيه ولا قلوبه باش نعرفك على انك وصلتي معايا هنايا. وبغيت نقول لاي واحد وصل لهذه المرحله هذه وما تم باش انه ينخرط 5% غادي تنقص لك من الثمن ديال الباك، رغم ان التخفيض ما بقاش، انا اللي غادي نتكلف بهاد 5%. دونك عمر الاستماره وصيفط ليا على انك وصلتي لهاد اللقطه هذه، وان شاء الله غادي تستافد من هاد البرومو ديال 5% ان شاء الله ديال التخفيض ولا ريدكسيون على ود الاثمنه ديال لي باك، خصوصا الباك اللي كنتكلفوا نسجلوا ونديروا معاك السويفي. هذا مكان كان معكم اسامه وتهلاو. اكبر مشكل كيواجه الوليدات اللي كيقراو في الباك هو المشكل ديال التسجيل والتتبع في المدارس اللي كاينين بعد البكالوريا. مكتب توجيه سوب جاب الحل ديال هاد المشاكل هادو عن طريق 3 ديال لي باك تقدروا على انكم تنخرطوا وتستافدوا من الخدمات ديالهم. اول باك اللي هو الباك انفورماسيون اللي هو هذا. بالنسبه لهذا الباك هذا كنتكلفوا كمكتب نعلمكم باي كونكور تفتح غا هو كتسجلوا راسكم براسكم وكديروا التتبع راسكم براسكم. بالنسبه للباك الثاني اللي هو الباك سيونس برو، بالنسبه لهذا الباك هذا موجه للشعب العلميه، كنتكلفوا على اننا نسجلوكم في اكثر من 35 مدرسه، حنا اللي كنديروا التتبع وكنوفروا لكم مجموعه ديال المزايا اخرى، بحال اننا كنجاوبوكم على الاسئله ديالكم عن طريق الشارجي اللي كنكلفوه باش انه يسجلكم ويدير معكم التتبع. وبالنسبه للباك الاخير اللي هو الباك ايكونومي برو موجه للشعب ديال الاقتصاد، كنتكلفوا كذلك نديروا معكم التسجيل والتتبع، وكيكون عندكم شارجي كيتكلف باش انه يجاوبكم على اي سؤال، وكتقدروا تاخذوا حصص ديال الاستشاره والتوجيه. الا كنتي مهتم وبغيتي تحيد عليك هذا الثقل هذا، غتلقى واحد الاستماره اسفل هذا الفيديو هذا، غتحاول على انك تعمرها وغادي نتواصلوا معكم وغنجاوبكم ان شاء الله. ومرحبا باي واحد مهتم وبغي ينخرط في هاد لي باك هادو، وتهلاو.